السلام عليكم. السلام عليكم. لسه مفيش اي حاجه، حد يقول لي اي حاجه كده طبعا. صباح الفل عليكم. هنعمل النهارده فطار صحي سريع. احنا قلنا طول الاسبوع وصفات صحيه، يوم الجمعه نبوظ مع بعض، صح؟ بس الناس تدخل الاول تقولي الصوت واصل ولا لا مش واصل. الاضاءه رايحه. حمزه صباح الفل يا حمزه. يمكن كده الاضاءه احسن شويه، مش عارفه. استاذ احمد صباح الفل يا استاذ احمد. الصوت كويس؟ حد يقول لي بس الصوت واصل كويس ولا ايه؟ ازهار صباح الفل يا ازهار. الصوت تمام حلو. انت بتنقذيني على طول يا ازهار. تعالوا نعمل بقى مع بعض الفطار بسرعه كده. نعمل فطار صحي. نقلب بس الكاميرا، نجيبها هنا كده. طيب سخن بقى ايه، الظهر يأذن. طبعا قلنا ايه مسموح لنا فتفوتة سمنه قد معلقه شاي كده، فانا هاخد حته على طرف المعلقه، حته صغننه اقل من معلقه الشاي على فكره. احنا مسموح لنا معلقه شاي تكون سمنه بلدي، بلدي طبيعي مش بلدي اي كلام. تمام. السمنه المهدرجه دي اكبر خطأ، والدهون بتاعتها ما بتنزلش من الجسم لو عملتوا ايش باللذي. عشان الناس اللي بتشتكي ان عندها بطن ما بتنزلش مهما عملوا دايت، دي هتلاقوها دهون اللي هي النباتيه المهدرجه ما بتنزلش ابدا. لو قعدنا نعمل ايه بقى مفيش اي فايده. طيب هي ساحت زي ما اتعودنا. بقطع فلفل كتير عشان يشبع، الفلفل هو اللي بيشبع يا جماعه. ومعايا واحده بس سوسيس كده، ماشي. هنزل بيهم هم كلهم كده. بدأت تسخن اهي. دانا صباح الفل يا دانا. انا معليه النار بقى. انا طبعا ايه مجهزه القهوه بتاعتي مقلباها، هي معلقتين البن على الميه وبس كده، ولا بحط سكر ولا بحط اي حاجه، ولا بحط لبن ولا سكر. ضربها كويس، حطها على نار هاديه. عشان ايه؟ على ما ده يعمل، لما الفطار يجهز يسخن كده. شهد صباح الفل يا شهد. نعمل مع بعض فطار صحي كده سريع. صحي متأخر انا النهارده، بقيت بنام شويه زياده بصراحه من التعب الواحد فيه، فبينام شويه زياده. بحاول اوزعها بس كويس. طبعا بيض عليه ملح وفلفل. هغطي عليه عشان يستوي بسرعه. هغطي عليه كده. تعالوا نرجع لكم احنا. طبعا محضره جنبي بقى خبز بذور الكتان. هو نشف شويه بس مش مهم. بس مقطوعه مش مهم، هنستخدمها وهي مقطوعه كده. هي فيها قطعه بس مش مهم. خلاص خلي الخبز دلوقتي. تعالوا نجهز حاجه تانية بس. خيارية،
تلزق في السكينه بتضايقني بقى. الحتتين دول ملهمش لازمه. نجيب الطبق بتاعنا كده. مش تفكروني ان انا كنت معليه على البيض، يعني ينفع الكلام ده؟ مش عارفه اتلسع. لا الحمد لله ما اتلسعش. كنت معليه عليه. نرجع تاني لهنا. زيتون، انا بحب اكل زيتون يا جماعه. زيتون خليناه مع بعض ده. يعني بحب دايما ان انا اكل حاجه حادقه. هو الدكتور اللي كان قايل لي كده، اللي كلي زيتونه او ليمونه مخلله مع الفطار، عشان طبعا ايه الفطار ده لو كارب خالص يعني. نرجع نبص احنا كده جهزنا ايه. لا خليكي كده يا بنتي من كده، مش مقطوعه للاخر اهي كده. اوه تخيلوا الخياره مش مقطوعه للاخر. هو انا ايديا ضعيفه للدرجه دي؟ لا دي مش كده، دي كده اهي كده. الشكل عندي يا جماعه مهم جدا، لازم افطر كده فطار شكله حلو. صباح الخيرات يا منال. اوبس ده البيض ايه استوى لدرجه البهدله. طيب نعمل ايه بقى؟ بصوا بقى حركه جريئه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبس شفتوا من غير اي حاجه. هقول لكم احنا هنعمل ايه. خلي الحته المقطوعه من هنا. ادي العيش، ادي البيض، بقى تحطوا اللي عايز يحط جبنه يحط. انا هحمصه تاني على النار. هحط بقى ايه تحميصه خفيفه كده بس. ماشي اهو. ادي دي القهوه على النار تخلص بس وخلاص كده. العيش ده عيش بذور الكتان يا ناهد اهو، خبز بذور الكتان. هو خلص خلاص، فاضل منه الرغيف اهو. بس ده بيبقى شكله من اي سوبر ماركت يعني بيتباع. وفي عندهم عيش شعير وعيش حبه كامله يعني انواع كتير بصراحه تنفع للنظام الصحي يعني.
سعراته قليله كده، كفايه خلاص. وكمان العيش بقاله شويه حلوين عشان انا منع عيش اصلا. العيش بقاله شويه في الفريزر. اهو كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خدتش الباقي، استعجلت. شايفين الوش؟ استعجلت عليه. يلا معلش. بس ادي فطارنا الصحي، سندوتش بيض بعيش صحي، زيتونتين عشان اللو كارب بيحتاج حاجه حادقه. ماشي. انا ما كنتش بحط عيش اصلا يعني، ولا اي نوع من انواع العيش، كنت باكل بيض بس، خيارايه، اي خضار. بكره هتيجي تدوقي العيش اشتري. ماشي نرمين تنوري الحقيقه اخر رغيف اهو. متحرموش نفسكم من حاجه يا جماعه، اكل زي الفل. شكرا يا ازهار. احنا طبعا انا كنت حاطه ملح وفلفل في استنوا بقى، انا رجعت لكم تاني. طيب احنا متفقين على ايه يا اختي؟ الحاجات بتمشي. احنا متفقين على ايه؟ متفقين على ان احنا بسم الله الرحمن الرحيم، ان احنا لما نيجي نفطر لازم نركز كويس قوي في الفطار. ماشي. نبقى قاعدين ماسكين الاكل بتاعنا ومركزين فيه، ما نفطرش واحنا بنعمل اي حاجه علشان نشبع. لان انتوا لما بتاكلوا وانتوا بتتكلموا ولا بتتفرجوا على التلفزيون ولا ماسكين تليفون ولا اي حاجه، بتاكلوا ما بتحسوش بالاكل، تحسوا ان انتوا اكلتوا كتير قوي وما شبعتوش علشان مش مركزين في الاكل. فلازم ان احنا نقعد نركز في الاكل. ادي الساندوتش اهو. طبعا ولا حطينا جبنه ولا اي حاجه، الحاجات دي بتبقى يوم الجمعه بس، ماشي، في الفري يعني. لكن هو كده ساندوتش بيض طعمه لذيذ جدا، عشان تبقوا فاهمين السوسيز والفلفل الكتير ده بيدي طعم وبيدي كمان بيشبع. بس يا استاذ احمد اتفضل معانا. هسيبكم بقى علشان ايه، اروح انا اكمل فطاري واركز فيه. انا بعمل اومليت بالخضار، كوسه وفلفل الوان وقطعه جبنه قريش، بيبقى تحفه. طبعا بيبقى تحفه. كل حاجه بتدخل فيها خضار كتير تكون طعمها حلو وكمان مغذيه جدا. بس انا استخدمت المتاح عندي واللي انا بحبه قوي يعني الفلفل ده اكتر حاجه انا بحبها. انا طبعا خلطه فلفل مكبب الرومي، خلطه معاه حته كده فلفل حامي، يعني حته صغننه عشان حسيت ان هو مولع، فخلطت حته صغيره. هروح قبل ما القهوه تبرد، يبقى انا هاجي الجمعه. تعالي مين الجمعه؟ ايوه الجمعه انت عارفه، بس الجمعه دي مفيش اي حاجه. الجمعه الجايه دي مفيش اي حاجه، انا اللي هجيلك بس. ف ادعوا لي، ما تنسوش تشتركوا في القناه الجديده بدل القناه اللي اتقفلت. هحاول ادخل دلوقتي احط لكم اللينك في اول تعليق ان شاء الله. يلا اشوفكم في فطار بكره باذن الله. لو عملنا فطار تاني يعني هطلع معاكم تاني باذن الله. باي باي.